السلام عليكم يا حبايب قلبي. أنا الصوت رايح مني قسما بالله، ما أتكلم إلا يعني بالقوة أتكلم. يا حبايب قلبي الله يسعدكم. كما تعلمون إني أنا جيت من الشمال، من منطقة تيمة تبوك، من تبوك إلى الرياض، على أساس إني أشتغل مع واحد المضغوط والمقلوبة. اتصل لي وانا قد لي منتظر شهرين، انتظرت شهرين في تيماء على اساس انه يجهز المحل واجي اشتغل. المهم جيت انا وعائلتي، تمام، وعايشين كنا بفندق ومنتظرين. قال انتظر 10 ايام صيانة وما صيانة، تمام. قلت له خلاص طيب والنقل الكفالة؟ قال لي انقول لك انا سريع ما بتأخر بالنقل. المهم يا حبايب قلبي، انا كنت اكلمه على النقل وانا وينه بتيمه، كنت اكلمه بالنقل وانا بتيمه قبل ما اتحرك. قال لي لا، خلي كفيلك يسوي لك انقطاع عن العمل، كفيلك يسوي لك انقطاع عن العمل وتعال عندي وانا بنقول لك كفاله مضمون. يا ولد اكيد. قال لي اكيد مضمون، تمام. خليت كفيلي يسوي لي انقطاع عن العمل وجيت عند الرجال هذا على اساس عندي شهرين انه يعني بنقول لي كفاله خلال 10 ايام. جيت له هنا، تمام، وقعدنا وخسرت خسائر فادحة، تمام. وبعت حق العفش، معايا عفش ب10,000 بعته ب2000 ريال عشانه. المهم يا حبايب قلبي، كلمته اليوم الصباح، قلت له يا أبو محمد، يا أبو كذا كذا كذا، تمام. يا حبيب قلبي ليش ما نقلت لي كفالة إلى حد الآن؟ أنا عندي زيارة عائلية لازم إني أجددها، وأنت موعدني إنك تنقل لي سريع. وش اللي أخر النقل؟ قال لي لا 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 خلاص، الله معك، الله يسهل أمرك، روح. بكل بساطة وكل برودة، بكل بساطة وكل برودة. يعني التعطل حقي شهرين أنتظر له راح، العفش حقي راح، خسارتي راحت، كل شيء راح. يعني أنا مغبون مقهور، قسما بالله إني مقهور، لكن أمره لله، أمره لله. الله يجعل في ذمته كل شيء، صغيرة وكبيرة، الله يجعلها في ذمته، الله يجعلها قيمة صحته إن شاء الله بإذن الله، إن ربي يخرجها من عافيته، تمام. حرام حرام عليك يا أخي، شهرين وأنا منتظر لك. كان كلمتني من قبلها قلت لي يا أبو شام بروح أترزق، يعني خليتني انتظر شهرين وأخسر عفشي وخسارة حق طريق. المهم يا حبايب قلبي، أنا من غير كفيل. إذا في واحد كفيل طيب محترم عنده مطعم، أنا طباخ مضغوط ومقلوبة. ويا حبايب قلبي أنا في الرياض، والله إني تعبان نفسيا قسما بالله. الحمد لله على كل حال.